بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يا رجالة زي ما وعدتكم هنبدأ مع بعض النهاردة نشرح تمريض بالغين الجزء الأول. هنتكلم أول حاجة في النيرسينج بروفيشن. النيرسينج بروفيشن معناها إيه؟ معناها إن النيرسينج ده يكون متخصص، يعني إن التمريض متخصصين، أو بمعنى صح النيرس الممرض ده يكون بروفيشن، يكون تمريض متخصص. يعني بمعنى صح انت كتمريض ممكن تخش جسم الأطفال فانت تعتبر بروفيشن في الأطفال، انت تخش جسم النساء فانت تعتبر بروفيشنال في النساء كده. تمام، هي تعتبر نيرسينج بروفيشنال يعني تخصص التمريض. تمام، اول حاجه نتكلم زي ما قلت لكم هنقول الحاجات المهمه ونركز عليها ونقول ازاي بيجي فيها السؤال والكلام ده كله. تمام، اول حاجه الديفينيشن بتاع الترم، الديفينيشن بتاع المصطلح نفسه. قال لك ان النيرسينج از ان ارت، ان التمريض ده فن اند ساينس وعلم by which people are associated in learning to care. الناس اللي عم تبتدي تخش علم التمريض ده او تخش كليه تمريض مثلا، عم تروح الكلام ده ليه او عم تروح الكليه ليه؟ عشان تتعلم ان هي تعمل care for themselves whenever possible and cared for by other، ان هي تعمل كير لنفسها وكمان تعمل كير لاشخاص اخرين اللي هم يعتبر البيشنت ليه. تمام، قال لك when they are unable to meet their own need، لو انت مش هتقدر تلبي لهم الاحتياجات بتاعتهم فانت كده ما تعتبرش نيرسينج بروفيشن. يبقى النيرسينج بروفيشن ده او النيرسينج عموما هو فن او علم. انت بتروح الكليه عشان تتعلم نيرسينج، عشان تتعلم تمريض، عشان تتعلم ازاي تعمل كير لنفسك وتعمل كير للبيشنت. تمام. تاني حاجه نيرسينج بروفيشن ده او نيرسينج بروفيشنال قال لك it is an integral part of the health care system، يعني ان النيرسينج بروفيشن ده جزء مهم جدا في الهيلث كير سيستم، في رعايه الصحه، في نظام الرعاية الصحية. قال لك ان encompasses the promotion of health, prevention of illness and care of physical ill، يعني ان بنعمل بروموشن للهيلث، بنعمل تقوية للهيلث او النيرسينج بروفيشن الخصائص بتاعتها. انت بتعمل بروموشن للهيلث يعني تقوي الصحة، تعمل بريفنشن للإلنس يعني تمنع المرض، وكمان تعمل كير اوف الفيزيكال إل لو في امراض جسدية تعمل لها كير، والمنتال إل الامراض العقلية and disabled people all ages وتبتدي تقيم جميع الناس على على المراحل المختلفة، يعني وفي الايجز يعني في كل الاعمار. تمام، قال لك in all health care and other community setting، يعني في مؤسسة الرعاية الصحية او في اي مؤسسات اخرى. يبقى ان انت تكون نيرسينج بروفيشن، نيرسينج متخصص ان يعتبر النيرسينج متخصص ده جزء انتجرال، يعني جزء مهم. تمام، وخصائص بتاعته ان انت تعمل بروموشن للهيلث، تعمل كير للرعايه بتاعتك، فانت كده عملت لها بروموشن يعني قويت الصحه وعززتها. بريفنشن اللي تمنع المرض بتاعها، وتعمل كير الفيزيكال كير الامراض العقليه، وكمان المنتال كير الامراض الجسديه قصدي، وكمان المنتال اللي هي العقليه. تمام، النيرس بقى اللي هو الممرض نفسه قالك is a person who has completed a program of basic، يعني هو شخص عما يكون عارف بكل قواعد التمريض. تمام، generalized nursing education، وعما يكون خد كل جميع اللي هي اساسيات التمريض، يعني بمعنى صح يعرف يشتغل بيده. انت كنيرس لازم تكون بروفيشنال نيرس، يعني ممرض متخصص. هو يجيب لك تعريف البروفيشنال نيرس الوقت. تمام، يبقى انت كنيرس لازم يكون انت مكمل برنامج التعليم الكامل، يعني انت لما تخش كليه مثلا تكمل 4 سنين فانت كده كملت برنامج التعليم الكامل بتاعك. تمام. البروفيشنال نيرس بقى قال لك is a health care provider، مقدم رعايه صحيه identified by the law، يعني نبتدي تعريفه بواسطه القانون. are registered nurses، يعني ممرض متخصص whether graduated from behavioral or diploma degree، يعني اللي هو حاصل على درجة الدبلوم او درجة الماجستير. انت حاصل على درجة الدبلوم يعني انت داخل معهد، فانت يعتبر نيرس من المعهد برضه، مش هيقول لي لا مش نيرس، لا نيرس. في كمان يبقى بروفيشنال نيرس بالمعهد اللي هو الدبلوم. تمام، ودرجة
البكالوريوس. تمام. قال لك بي ريجسترد اند licensed تو براكتس النيرسينج، عما يكون حاصل على درجة الليسانس اللي هو واخد يعني بمعنى صح البكالوريوس ده او الرخصة ان هو يمارس ايه النيرسينج التمريض. تمام. and doesn't include assistant nurse، ومش عم تشمل الاسيستنت نيرس. يعني البروفيشنال نيرس ممكن يقول لي البروفيشنال نيرس ممكن يكون مثلا اللي هو اللي معاه معهد معاه كلية، ايوه بالظبط. تمام. المهم ان هو ما يكونش اسيستنت نيرس. البروفيشنال نيرس دوت يكون حاصل على درجة الدبلوم او الماجستير عادي، يكون مع رخصة ان هو يعمل براكتس للنيرسينج، يعني يمارس ايه التمريض. تمام. تمام. انما بقى الاسيستنت نيرس قال لك ايه a person who has completed a brief health care training program، يعني هو حصل على برنامج تدريب ايه خاص به هو، يعني بمعنى صح اللي هو احنا بنقول عليه مستشفيات خاصة، اللي هو حصل على ايه مستشفى خاص. في مستشفى خاصة بيقول لك نيرسينج بروفيشنال نيرس فعلا، بس في برامج اللي هي بتبقى او في كورسات يعني بمعنى صح اللي هي بتبقى تخليك تبقى ايه assistant nurse. تمام. and who provide support service under supervision of regarding nurse، يعني بمعنى صح ان الاسيستنت نيرس دوت تحت الايه بروفيشنال نيرس، يعني الاسيستنت نيرس دوت عم يقدم الخدمات اللي عايزها البروفيشنال نيرس ويساعده واللي هو يطلب منه ايه يعمله له. تمام. تمام. بعد كده قال لك the aim of nursing profession اللي هي ايه مهام او مساعدات النيرسينج ايه بروفيشن. قال لك بروموت اند مينتيننس اوف هيلث، يعني الحفاظ وايه والحمايه على وتقويه الايه الصحه بتاع البيشنت اللي معاك. بريفنشن اند ديتكشن اند تريتمنت اوف الديسيز اند disabilities، يعني يبتدي يمنع، وكمان ديتكشن يتوقع الامراض اللي هتحصل اند تريتمنت ونعالجها الامراض اللي هتحصل او disabilities او اي معوقات بتيجي تحصل للشخص اللي معاك دوت. تمام. restoration of the highest possible level of health following illness or injury، يعني بتعتبر restoration يعني تغذيل للhighest possible لأكبر عدد ممكن من أو لأكبر مستويات ممكنة من إيه من الصحة أو من اتباع مستوى الصحة عشان نعمل إيه عشان نتبع المرض ده أو الانجري إن إحنا نعمل له prevention. تمام. تمام. بعد كده قال لك الفانكشن اوف ذا نيرس اللي هي ايه وظائف الممرض ده او الممرض بيعمل ايه. قال لك كير جيفر اللي هو يعطي الرعاية الكير جيفر. النيرس بروفايدز هيلث كير تو بيشنت ان ا فاريتي اوف سيتنج، يعني ان النيرس هيوفر الرعاية الصحية للبيشنت اللي معاه في اي مكان. يعني انت كنيرس ممكن مثلا واحد يجيك البيت يقول لك اديني حقن، فانت ممكن او انت لو بتعرف تدي مش هتقول له لا. تمام. فانت كده عطيت ان انت عملت رعاية صحية للبيشنت دوت سواء في البيت في المستشفى في الشارع الكلام ده كله، فانت تعتبر كير جيفر في ايه في فاريتي اوف سيتنج يعني في اي مكان ممكن. تمام. الكلينيكال ديسيجن ميكر اللي هو انت كتمريض ممكن تعمل قرار مرضي. تمام. يعني قرار مرضي يعني مثلا بيشنت معاك حصل له مثلا وليكن ديزنيا مرة واحدة، فانت لازم يكون عندك اهداف واضحة او معنى صح معتقدات واضحة ان انت هتعمل ايه. فانت تعتبر هنا ايه يعني انت صانع قرار مرضي، يعني انت صانع قرار بسرعة، يعني ما صح اخدت القرار وخلاص هتنفذ. تمام. قال لك as a decision maker اللي هو صانع القرار ده is to use critical thinking skills، عنده مهارات التفكير السريعة او مهارات التفكير النقدية بمعنى صح، يعني ما يحصل حاجة يكون عنده تفكير هيعمل ايه في ثواني. تمام. قال لك to make with decision عشان ياخد قرارات حكيمة وسيت جولز ان هو يحقق اهدافه اند بروموت اوتكمز فور ا بيشنت، وكمان يحاول يقوي المخرجات بتاع البيشنت. يعني بمعنى صح زي ما قلت لك بيشنت حصل له ديزني هو اخذ القرار بسرعه وابتدى يعالج، فكده هو حسن النتائج اللي هو ايه او البيشنت ده بمعنى صح لما يصحى ويشوفه مثلا هيشكر، فهو كده بمعنى صح ان هو حسن ليه الاوتكمز بتاعته. تمام. تمام. بعد كده تالت حاجه قلنا الكوز مانجر، يعني هو يبقى ممكن يبقى ايه زي ما بقول لك مشرف كده مدير. تمام. كوميونيكيتر يعني متواصل يعني هو بيتواصل مثلا مع البيشنت مع النيرس اللي زيه كده. قال لك the nurse has to communicate effectively with the patient، اهو ان النيرس بيتواصل بشكل فعال مع البيشنت اللي معاه and family members واعضاء العائلة
as well as other member of the health care team، او مع اي شخص معاه في الهيلث كير تيم في فريق العمل بتاعه، فريق الصحة بتاعته. تمام. رقم 5 قالك الادمنستريتور يعني يعتبر واصف. يعني واصف يعني مثلا يبتدي يعمل educate للبيشنت دوت بالبروسيجر دوت، فانت تعتبر هنا ايه administration، يعني انت وصفت للبيشنت ده حاجة معينة انه يمشي عليها والكلام ده كله، فانت تعتبر administrator. تمام. حكي تيتشر، ممكن نيرس ده يعمل كتيتشر اللي هو يساعد البيشنت، او النيرس هيلب البيشنت learn about their health، ان النيرس دوت يساعد البيشنت ان هو يتعلم كيف ينمي الصحة بتاعته. تمام. الميديكيشن بتاعته، يعني هو خلاص هيخرج من المستشفى مش حد هيساعد، فيقول له انت تاخد ده مثلا الصبح، ده بالليل، الكلام ده كله، فانت كده عملت له تيتش حول ايه الميديكيشن. والتريتمنت علاج اند بروسيجر، والبروسيجرات اللي هو ممكن يعملها مثلا لو هو عنده حاجة معينة عشان ايه يحاول يتخلص من الحاجة دي. as well as deal with the challenge اللي هو الايه التعامل مع التحديات they may face during after their illness، اللي هي تحاول تتخلص من المرض بشكل ايه، او تحاول تساعده اثناء المرض بتاعته. تمام كده. تمام. ريهابيتور يعني اللي هو يعني اللي هو ايه استنى افتكرها لك عشان انا ناسيها. الريهابيتور ايوه اللي هو متأهل كويس، يعني بمعنى صح اللي هو يعني انت خلاص اخدت الكليه بتاعتك كمان 4 سنين كاملين، او سواء ما انت اخدت 2 سنين كاملين، فتعتبر متأهل بشكل كويس ان انت تساعد البيشنت دوت على قدر الامكانيات ايه بتاعتك. وكمان ريسيرشر، تعتبر باحث، ممكن تقدم البحث بتاعك في اي مجال انت حابه، في اي حاجه انت عارفها كده، انت تعتبر ايه ريسيرشر يعني باحث. تمام. بعد كده قال لك ايه ان الكاركترستيك اوف البروفيشنال نيرس، اللي هي ايه خصائص البروفيشنال نيرس، ان انت عايز تبقى بروفيشنال نيرس، او انا كبروفيشنال نيرس ايه الخصائص اللي المفروض تبقى فيا عشان يتقال عليا ايه بروفيشنال نيرس. قال لك having an up to date knowledge، يعني بمعنى صح يكون ايه up to date، يعني كل شوية يمتلك تحديث. up to date يعني قال لك مثلا لما تيجي واحد يقول لك عايز احدث الكمبيوتر، يقول له عايز اعمل له update، هي مكتوب up to date بس هي تعتبر ايه update يعني تحديث. يعني المفروض ان النيرسينج دوت يكون عنده نولوج جديدة، كل شوية يحدث في المعلومات اللي عنده، يعني بمعنى صح كل شوية يكتشف حاجة جديدة. تمام. وفي الجنرال اند سبيسيفيك ناتشورال للحاجات الايه اللي في الطبيعة، يعني هو مثلا البيشنت دوت عنده مثلا ولا يكون هتركب له حاجة معينة النهارده ما عرفش يركبها، بكره يعرف يركبها، بعده يعرف يركب مثلا 2 في وقت واحد كده. فانت يعتبر انت عملت ابديت لنفسك، عملت ابديت للنولوجي اللي معاك، فانت تعتبر كده بروفيشنال نيرس. قال لك بينج كلين، انت تبقى نظيف، تايدي مرتب، نيت اند ويل جروموتد، يعني كمان ان انت تكون نظام التعليم بتاعك ايه كويس. تمام. the nurse must be gentle، يعني لازم المريض دوت يكون gentle، يعني مش معنى صح كاريزما واللي هو يتعامل مش عارف بتكبر وكان، لا يعني gentle في نفسك، يتعامل بأدب، تعامل بالراحة مع البيشنت، تتكلم معاه بهداوة، الكلام ده كله. careful يعني حريص، alert يعني منتبه، وkind عطوف، وتاكت يعني بمعنى تاني هي عطوف. تمام. undependable يعني غير معتمد على احد، هو يعتمد على نفسه. clever ماهر وايه وsympathetic and patient، وكمان صبور. تمام. يقولك the nurse must be mature physically and emotionally، يعني النيرس لازم يعمل mature للفيزيكال and emotional بتاعته، يعني بمعنى صح التعبيرات الجسدية والتعبيرات الوجهية او الايموشنال اللي هي العاطفية مع البيشنت ديت لازم يحاول يعمل لها update، برضه لازم يحاول يطور فيها لو كانت عايزة ايه تتطور، وما اعتقد ان 3/4 كده. تمام. The nurse must have ability to inspire confidence، يعني بمعنى صح ان هو يحاول يزود الالهام او يزود القدرة على الالهام، الكونفيدنس الثقة، يعني يحاول يدي نفسه ثقة ويدي المريض اللي معاه ثقة انهم يقدروا يتكلموا مع بعض بشكل سليم، وبمعنى صح اللي هو ايه بينفتح كده. تمام. اللي هو يخلي الشخص اللي قدامه يكون عنده ثقة فيه، ما يكونش خايف منه، الكلام ده.
تمام. the nurse must be intelligent، لازم يكون ذكي، وبانكيتال and trustfulness، يعني كمان الناس تقدر تثق فيه بشكل أسهل. تمام. the nurse must have the ability to teach and have good power of observation، يعني ان الممرض ده لازم يكون عنده قدرة ان هو يحاول يقدم طاقة باور، وهو يحاول يعلم كمان، وكمان يعمل observation، يعني يقدر يكون عنده قوة في التيتشر ان هو يعلم مثلا البيشنت ده بروسيجر معين. تمام. and having good power of observation، يعني يكون عنده قوة كاملة في الملاحظة. يعني بمعنى صح، بيشنت داخل عليك مثلا وش اصفر مش عارف تعبان الكلام ده كله، فمن اول ما يشوفه كده يقول ده عنده كذا، فيعتبر الممرض ده بروفيشنال نيرس، لان هو من قوة الملاحظة بتاعته عرف عنده من غير ده يقول. تمام. بعد كده قال لك the nurse must be open minded، يعني لازم يكون متفتح الافكار، لازم يكون عنده افكار اكتر. مع صح. responsible، يعني مسؤول، وcooperative، متعاون، and able to develop good interpersonal relationship، ان هو يحاول يحسن ويطور relationship with other، مع الاخرين، سواء الستاف او البيشنت او الفاميليز بتاع البيشنت او الفاميليز بتاعته عموما. تمام. قال لك كمان، قال لك having ability to develop and implement nursing care plan، ان هو يكون عنده القدرة ان هو يطبق وينفذ خطة الرعاية التمريضية. يعني مع صح، في بيشنت معاك او في مثلا 3 بيشنت وانت كنيرس واحد، انت هتعمل لهم خطة. يعني بمعنى صح، حد عم محمد دلوقتي، عم احمد بعد شوية، عم محمد بعد بربع ساعة كده، فانت يكون عندك الخطة دي لازم تحاول تطور فيها وكمان تطبقها بشكل صحيح، عشان تعمل بروموشن للهيلثي، تعمل بروموشن للكير بتاع البيشنت اللي معاك. تمام. اخر حاجه قال لك have ability to organize and maintain accurate record and files، يعني يحاول ينظم الفايلات بتاعته. يعني انت تيجي في الاخر البروسيجر زي ما تشوف بالعملي، زي ما تشوف في العملي بيقول لك ريكورد وريبورت، يعني انت تسجل وتعمل والسيجنتشر التوقيعات والكلام ده كله. فانت تحاول تخلي الفايلز بتاعتك والريكوردات بتاعتك تحاول تحافظ عليها اورجانايزد، يعني منظمة. قال لك السؤال يجي ازاي هنا، كنا ان هو ممكن يجيب لك كذا واحدة ويقول لك كلهم، ولا مثلا اكسبت كده، فانت لازم تكون عارفهم وعارفهم كويس. تمام. حتة بتاع الفانكشن بتاع الوظائف بتاع النيرس، ممكن يجيب لك حاجة ويقول لك تعريفها. يعني مثلا ممكن يجيب لك الكير جيفر ويجيب لك تعريفها ويقول لك اختار. تمام، او صح وغلط. وخد مني سؤال في الامتحان هيجيب لك الفرق بين البروفيشنال نيرس والاسيستنت نيرس، فلازم تكون عارف الفرق بينهم كويس جدا، عشان دي في الامتحان. تمام، وعليها درجة ما تنساش. تمام، يبقى لازم تكون عارف الفرق بين البروفيشنال نيرس والاسيستنت نيرس كويس جدا. تمام. نيجي بعد كده للفيزيكال سيتنجز اوف النيرس، الهوسبيتال. البراكتيكال قصدي سيتنج، اللي هي الاماكن اللي عم نمارس فيها التمريض. تمام. البراكتيكال اللي هي الاماكن، البليسز يعني اللي احنا بنمارس فيها التمريض. قال لك الهوسبيتال اللي هي المستشفيات، سواء يونيفرسيتي او جوفرنمنتال اند برايفت، يعني مستشفيات حكوميه او مستشفيات الجامعه او مستشفيات خاصه، الكلام ده كله. تمام. الهيلث سنتر اللي هي مراكز الصحه، قال لك زي الماتيرنال اند تشايلد هيلث سنترز اند فاميلي بلاننج سنترز، اللي هي مراكز الرعايه بالتشايلد وبالماتيرنال بالامهات. تمام، مراكز الرعايه الصحيه بالاطفال والامهات. عند فاميلي بلاننج سنتر، واللي هي مراكز خطط العائلة. تمام. البرايفت كلينكس اللي هي العيادات الخاصة، ممكن نمارس فيها التمريض طبعا. النيرسينج هوم فور ايجد، يعني انت مثلا بتاخد حالة في البيت، فانت يعتبر كده تمارس النيرسينج بتاعتك في الهوم. السكولز اوف النيرسينج، مدارس التمريض. تمام، وده عارفينه. الريهابيتيشن سنتر اللي هي مراكز التأهيل، طبعا تعتبر مكان بنمارس فيه النيرسينج بشكل صحيح. الرولر هيلث سنترز اند يونيتيز اللي هي الوحدات، معنى صح هتلاقي مثلا
بلد كده فيها وحدة، يقول لك الوحدة الصحية، فدي تعتبر مراكز وحدات صحية. تمام. انترناشونال هيلث اجينست زي WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية، فدي تعتبر برضو بتقدم رعاية صحية ومن مناطق ان احنا بنمارس فيها التمريض. تمام. بعد كده قال لك الهيلث تيم او اعضاء الهيلث تيم. ايه هم اعضاء الهيلث تيم؟ اول حاجه قال لك الفيزيشن اللي هو الطبيب، الجنرال براكتيشن اور السبيشاليست، يعني يكون متخرج من حكومي او متخرج سبيشاليست متخصص. ممكن يكون جنرال يعني بيمارس كله، اللي هو زي ما اقول لك ده بطنه اللي هو مثلا ممكن تلاقيه اطفال شغال، كبار شغال كده، او سبيشاليست او متخصص في نوع معين. النيرسينج سواء كان بروفيشنال او براكتيكال يعني متخصص او ممارس. تمام. الديتيتنز والديتيتنز اللي هم تقريبا اللي هم دكاترة الاسنان، فده يعتبر من الهيلثي تيم. السوشيال وركرز اللي هم العمال اللي شغالين في المنظمة دي. الفارماسيست اللي هم الصيدلانية برضو اللي شغالين في المستشفى دي. الليبراتوري تكنيكس اللي هم الناس اللي شغال في المعمل تبع المؤسسة دي. وكمان الراديولوجي تكنيكس اللي هي برضو اللي هم الناس اللي بيعملوا أشعة في المركز دوت. يبقى دول كل او بمعنى صح انه يعتبر بينهم كوميونيكيشن او بيكملوا بعض عشان يقدر يعملوا ديفولوب للهيلث. تمام. بعد كده قال لك الافيلابل كير اوبورتيونيتيز اوف نيرسينج سبيشالايتس، يعني ان الافيلابل كير اللي هي الرعاية المتاحة للنيرسينج سبيشالايتس اللي هي المتخصصة. قال لك there are multitude of specialists of choose from including، يعني بمعنى صح ان في مراكز متعددة متخصصة بالنيرس دوت ممكن نختار ما بينهم. يعني النيرس او انت كنيرس لما تيجي تخش الامتياز، فانت ممكن بعد ما تاخد الامتياز تختار قسم توظف فيه او على حسب ما دي وظيفتك. يعني مثلا ممكن يجي لك في الجراحة، ممكن يجي لك بيدياتريك اطفال، ممكن يجي لك اوبستياتريك نساء. تمام. قصدي اوبستياتريك اطفال، بيدياتريك نساء. تمام. ممكن يجي لك كاردياك اللي هي في القلب، ممكن يجي لك كلى، ممكن يجي لك كده. فاهمني؟ فدي تعتبر كل اجسام التمريض اللي انت تقدر تشتغل فيها. اهو اول حاجه او في الحته دي هحكيك عن كده. تمام. اول حاجه الميديكال والسيرجيكال نيرسينج. قال لك الكير فور فاريتي اوف ill or injured patient and patient who have undergone surgery، يعني انت لما تخش جسم الجراحة فانت يعتبر هتعمل كير ليه او تخش العمليات مع الدكتور مع الفيزيشن عشان تعمل undergone surgery. يعني يعني تعمل كير في السيرجري في عمليات الجراحة واثناء العمليات الجراحية. تمام. الكريتيكال كير نيرسينج قال لك الكير فور كريتيكالي ill patient of all ages، يعني بمعنى صح ان انت تبقى كريتيكال يعني متحدث ان انت تحاول تعمل كير لكل البيشنت اللي عندك. كريتيكالي يعني يعني بمعنى صح اللي هو بيبقى مشرف. تمام. فكده انت ممكن تشتغل مشرف، فكده انت تعتبر بتعمل كير للبيشنت اللي معاك في جميع الاعمار. الاوبستياتريك اللي هو النساء قال لك كير فور ماذر اند بيبيز بيفور، اللي هو بتعمل رعاية للمذر والبيبيز بعد كده during and after delivery، أثناء وبعد الولادة. إنما البيدياتريك نيرسينج قال لك كير فور children، يعني بتعمل اللي هي الأطفال، يعني بتعمل كير للأطفال. يعني أنت لو دخلت جسم الأوبستياتريك هتهتم بالمرضى بالومن ديت اللي معاك أو المذر أثناء وأفتر الدليفري، أثناء وبعد الولادة. إنما البيدياتريك بالchildren. الكاردياك كير اللي هو العناية بالقلب قال لك كير اوف بيشنت ويز هارت ديسيز. تمام. وهكذا الباقيين سهلين معاك، والاوبريشن رومز والسيرجري والكلام ده كله لازم برضو تكون عارفهم، او لو جاليهم هتجيبها. يعني بمعنى صح لما يجي في الامتحان ويقول لك كير فور تشيلدرن، فانت كده عرفت ان هي بيدياتريك نيرسينج اللي هو رعاية الاطفال.
او تمريض الاطفال. بس هو السؤال بيجي في الحتة دي كده، مش بيجي اكتر من كده. تمام. يعني قالك مثلا لو احنا عندنا مريض قلب وانت كنيرس هتيجي تعمل له كير، فانت اعتبر تشتغل في جسم ايه؟ الكاردياك على طول. يعني حاجة سهلة، يعني ما صح السؤال اللي هيجي في الحتة دي سهل، مش محتاج تفكير او باقل تفكير هتعرف تيجي. تمام. دي بالنسبة للبروفيشنال نيرس. اتمنى تكونوا فهمتوا اي حاجة من اي حاجة. ماشي تمام.